الموسيقى سارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق تحرقونهم حرق. احفظوا مني هذا الرد. إذا كلمكم الجامية وقالوا لكم أن الأناشيد محرمة وأنها بدعة قولوا لا، نعوذ بالله أن يكون الملك مبتدع. إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله هو أحب إلينا منكم، وهو في منزلة أبونا، وهو الرجل الأول في بلادنا، ونحن لن نخرج عن قوله. وبما أنه اختار مذهب الظاهرية في الموسيقى ويرى أنها مباحة، فنحن ندين الله بأنه لم يفعل بدعة. هكذا تقسمون الجامية في عقر دارهم. احفظوا مني هذا الكلام، والله أني أول مرة أتكلم به. إذا قالوا لكم الجامية الصورة حرام ووسائل الدعوة التوقيفية، احفظوا سجلوها. إذا قالوا وسائل الدعوة التوقيفية قولوا أعوذ بالله أن يكون الملك عبد الله والحكومة هذه كافرة، فإنه أباح لنا التلفزيون والصورة مباحة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصورة إلا رقما في ثوب. تمام؟ فبما أن الصورة إذا قالوا لكم قال الشيخ عبد العزيز بن باز فيها أنها محرمة، قل الشيخ ابن عثيمين قال بجواز الصورة، وهكذا تنهونهم عن بكرة أبيهم. إذا تكلموا عن التمثيل وقالوا أنه محرم قلوا نعوذ بالله، الدولة أباحت لنا هذا في التلفزيون السعودي بناء على فتوى الشيخ السلفي عبد الله بن حميد رحمه الله. تمام؟ وهكذا تقسمون الجامية قسما. فهم إن تعللوا بأنهم يحبون الدولة وكذبوا، وإن تعللوا بمحبتهم للملك وكذبوا، فهو الذي فطر السماوات والأرض لا يرد عليهم إلا بمكيالهم. وأنا أقولها صراحة، أنتم تكذبون، لا تحبون لا دولة ولا حكومة ولا غيرها. أنتم في قراءة أنفسكم أعداء، وأنتم تكرهون المشايخ حسدا. بينكم وبين مشايخ الدعوة حسد ظهور. لما كتب الله القبول لهذا البطل القرني الحجازي، وإن كنت أختلف معه في بعض القضايا، وكتب الله القبول للشيخ العلامة الجليل المفكر الكبير سلمان العودة وأمثاله، أصابكم الحسد وأصابكم المرض في قلوبكم، فأردتم أن توقعون يعني العلماء والدعاة وأتباعهم في مأزق. هذه الحقيقة، مأزق فقط. وتتبعتم أخطاء العلماء وما وقعوا فيه من اجتهادات شخصية قد يؤجرون عليها بإذن الله وإن كنا نخالفهم. هذه الحقيقة. فتتبعتم الهفوات، فكنتم كالذباب. كنتم كيف؟ كالذباب، كما يقول شيخ الإسلام تيمية لا يكون أحدكم كالذباب يتتبع أخطاء الناس. هذه الحقيقة التي تريدونها. نحن نحب الدولة، نحن نحب هذا الملك. اعلموا يقينا أن الملك عبد الله له بيعة في أعناقنا. ولكن أيها الجامية، لا تتمسحوا بمحبة الملك وتدخلون مشاكلكم الشخصية في الدولة. لا تدخلون مشاكلكم الشخصية والجرح والتعديل الذي قد يحدم به العلماء في الدولة، فأنتم أبعد الناس عن المحبة الحقيقية للدولة. لأن هذه الدولة دولة توحيد، وقامت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقامت على نشر القرآن والسنة وإباحة الخلاف الفقهي، لا بد أن تعرفوا. والدولة تسعى لهذا الأمر ومن زمان، وهي تسعى لهذا الأمر ونحن نعرفه ونراه في الجامعات. فلذلك جاءت الرسائل العلمية بالبحث الفقهي الموسع في خلاف الفقهاء. لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا توجد رسائل علمية في البحث في مذهب الشافعية والمالكية والظاهرية في جامعاتنا؟ ما هو السبب؟ لولا علم هذه الدولة وحرصها على العلم الشرعي وعلى أن هذه مذاهب أهل السنة لما سمحت للطلاب أصلا ولما أباحتها بالجامعات. فأين أنتم أيها الجامية من الخلاف الفقهي؟ أنتم لم تقرأوا المغني لابن قدامة حتى تعرفوا العلماء هل اختلفوا أم لم يختلفوا. أنتم أضعف الناس في القراءة. أنتم لا تقرؤون شيء، أنتم فقط تحفظون حديث وعلم الجرح والتعديل ومصطلح الحديث. وامتحنتم الأمة، امتحنتم الأمة بعلم الرواية وتركتم الدراية. فإني أدعوكم من هذا المنبر، منبر حجازي، لدراسة الفقه وللدراية ولقراءة كتب الفقه التي تبدعونها حتى تعرفون خلاف الفقهاء. تفضل يا شاعر، لك المايك، تفضل. مسألة خلافية اختلف فيها